كل خطوة خير بيعملها أي حد فينا بقياله في صحته وفي أولاده وفي زوجته وفي ماله وفي كل شيء. والله العظيم أطيب عمل، أطيب ما تروح تخش الجامع وتقف تصلي وتصلي السنة وتطلع تحطها مع طرف من الأطراف مش كويسة، أو تنقل صورة مش مظبوطة، أو تخش في فتنة وسط حد من الأطراف. كل دي أعمال إحنا عايزين ننبذها، وعايزين ننبذ قصة دخول العائلات في الموضوع. العيلة الكبيرة تخش في الموضوع حصل بين أخ وابن أخته، أو بين راجل وابن أخته، أو بين خال وابن أخته، أو بين عم وابن عمه، أو بين الإخوات. مفيش داعي حكاية التحزبات وعيلة ده بالكامل تخش في الموضوع، عيلة التاني بالكامل تخش في الموضوع. عايزين النهارده نكون عقلانيين، حتى لو في مشكلة نحاول نقصرها على أطرافها وانت دخلنا نخش بالخير. أنا عجبني الحقيقة، يعني تصرف كان جميل، وهذكر فيه الحاج عيد والحاج محمد اهو قاعد، حاج شحات، الحاج شحات، ايوه الحاج شحات. يوم ما كان في المكتب وكنا بنرتب للصلح وكنا بنرتب للنقاط اللي هتتعمل فيه وبعض الخلافات في الحاجات البسيطة، ده الشعور اللي عايز اشوفه. اما الاقي الاخ النهارده داخل مع اخوه بيوجهه لطريق الخير وطريق عمار البيوت، ولا يا اخويا شوف اللي بيقول عليه بالمأمور ومشيه، لا هو ده عين العقل خلاص، زي ما الناس حكمت وزي ما الناس عايزانا عمار البيوت. هذا هو النهج الطيب، والكلام ده برضه شارك فيه الحاج عيد. نتمنى ان يكون التصرفات بتاعت الناس كده، ما جيش اقف او اعصي اخويا على خراب البيوت او اوجهه للشر. بالعكس، لا تعالى ارضى باللي اتقال وارضى باللي حكمت بيه الناس، واحنا في النهايه اهل، واحنا في النهايه دم واحد. مش عايزين نضعف نفسنا قدام بقيه الاسر في البلد ونفرج الناس علينا. احنا لازم نصطلح. اتمنى من الجميع، انما مع الاسف في بعض المشكلات تحدث. ابص بقى المجاملات التي تخرب البيوت، رايح يسأل على الراجل ويقوم ساند له البندقية كده جنب الباب، بس خليها معاك بس ما حدش ده من الظروف. لا يا واد قطعت 5 كيلو لحمة وجايبيهم. جاي تخرب بيتك، وجاي النهارده مثلا اعمل بس ما حدش مش عارف ايه، والتاني احنا وراك، والتالت. دي مجاملات تخرب البيوت، وده وضع مش مظبوط. عايزين بقى نتخلص. الراجل النهارده اللي شنبه مالي وشه نعظم له ونحييه، اللي قادر يوكل عياله ويفتح بيته ويعلم عياله ويترك لهم الخير، هو ده الراجل اللي يقولوا له الله يرحمك يا ابونا. انما النهارده اللي سايب لهم مصيبه ومات، سايب لهم دم وسايب لهم مشاكل وسايب لهم خلافات، الله يرحمه مطرح ما راح. النهارده الشباب اللي عايز يطلع يعيش ويسكن في مكان كويس وبيت كويس ويركب عربيه وياكل ويشرب، النهارده هعمل الكلام ده ازاي وانا كل اموالي وفلوسي رايحه على الذخيره وعلى السلاح وعلى المحاميين وعلى الصرف على اللي في السجون؟ هحقق الكلام ده ازاي؟ هفضل مبلوط طول عمري بعاني، طول عمري مادد ايدي، طول عمري متبهدل. انت اللي بيجيب الشرطه البيت، عمري ما هاجي البيت اخبط على واحد بيته عمران وبيخش ويطلع ومربي عياله وراجل طول ما هو ملوش حاجه جنائيه، مثلا لا قدر الله تاجر مخدرات ولا تاجر سلاح ولا بتاع، هاجي له اعمل له ايه؟ انما في الخصومات والمشاكل انت اللي بتجيبنا، انت اللي بتستدعيني، انت اللي بتجبرني اخش بيتك على اطفالك. والله ما مستحب هذا العمل بالنسبه لي، والله وانا اقسم ومصلي ظهر الجمعه ان الواحد بينزل هذه البلاغات وعلى عيني ان افتح بيت امن اخش على اطفال ولا على ست ولا على بنات ولا نخش ننتهك اعراض حد، على عيننا
ونفسنا ما نعملوش. انا نفسي اعدي اقول لده سلام عليكم واتفضل اشرب شاي، اجي اقعد معاه اقد عنده الواجب، يجي يزورني في المكتب. انا مش عايز اروح لحد ولا مش عايزين نخش بيوت حد. انت اللي بتجيبني، انت اللي بتستدعيني بمشكلتك وبالمصيبه اللي بتعملها وبترويع امن الناس اللي حواليك. والنهارده ضرب النار وقصه ومشكله، يا ريت قصر على اطرافها فقط، ما على الجار اللي عندي، والناس تكرهك وتلعنك وتدعي عليك على اساس سممت هدوء المنطقه بتاعتهم، وخايف على ابنه اللي طالع، وخايف وهو رايح زراعته تجيله طلقه من كده. وشفنا طبعا في البلاد اللي حوالينا قصه في بني محمد يموت فيها واد في كوم المنصوره طفل 11 سنه. قصه في مش عارف ايه، واحد معدي ياخد له طلقه في برضه في بني محمد ناحيه العيسه بتاع، ياخد طلقه في رجليه. والشنابله وهكذا الامثله كتيره. طب ايه ذنب الناس دي؟ ذنب الناس دي هترفع ايديها لله كده وتقول حسبي الله ونعم الوكيل في الاطراف وفي الناس، وربنا يخرب بيوتهم زي ما خربوا بيوتنا. مش عايز اطيل عليكم عشان نلحق ننفذ بقيه الصلح ان شاء الله، وعشان حراره الجو. بارك الله فيكم جميعا وعليكم، وانا سعيد بتواجدي معاكم، ويا رب كل يوم تدعوني واجي على عينيا واجي على دماغي من فوق طالما صلح وخير ان شاء الله. ربنا لا يسعني سوى الاستعانه بقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.